الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حول هذه المعاني الكريمة يحدثنا فضيلة الشيخ إسماعيل الدسوقي إمام مسجد عمر بن الخطاب بالقاس، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستمسك بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فخير كلام هو كلام الله عز وجل، فالقرآن هو كلام الله المنزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بآياته، المحكم المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. ففي حديث عثمان رضي الله عنه كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. فخير الأمة على الإطلاق قارئ القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فكلما قرأ القارئ آية ارتفع درجة. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويأتي الحبيب: احرص على أن تكون من الذين رفعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فعش مع كلام الله، عش مع كلام الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشاطبي وهو يصف القرآن وهو يصف حملة القرآن، قال رحمه الله: وقارئه المرضي فضل رجاله فيدرك حالته مريحا وموهبا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمنعه ظل الرذالة فانقلى. هو الحر إن كان الحرية حواليا له بتحريه إلى أن تنزل. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واجبا متفصلا. وخير جديد لا يمل حديثه وترداد من يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى ترتاع في ظلماته من القبر يبقاه سنا متعملا. هنيئا مريئا والداك عليهما فذلك الأموال من الباس والدنى. فما ظنكم بالنبي بطارق القرآن عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى. فلهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها فعشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا كأسفل العلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شكرا لفضيلة الشيخ.